صباح الفل، صباح القمر، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. جيت لكم في فيديو جديد، وفيديو النهارده هيبقى روتين في الركن والصالون. بعد ما حماية وحماتي مشيوا قلت بقى ايه، ما بداش لازم ايه اقوم انضف، لان اليومين اللي كانوا هنا فيهم ما كنتش بعمل حاجه، طبعا مش هنضف وفي ناس عندي، فكنت يا دوب بعمل المكنسه الم شويه الحاجات بتاع، لكن تنظيف تنظيف ومسح وكده لا. فنزلت يوسف الحضانه وقلت بقى ادخل ايه اروق على نفسي كده واعمل النسكافيه افوق عشان اقدر اشتغل. انا حاولت ان انا اغير النسكافيه اللي هو العادي بتاع المقاطعه ده، وجبت ده بداله، هو نسبيا حلو يعني عجبني، وارخص طبعا من النسكافيه. طبعا ما عنديش وقت اسخن اللبن فبحطه من العلبه كده عادي، ما عنديش مشكله معاه يعني ان انا احطه من غير ما اسخنه بس. وقلت بقى اظبط الدنيا عشان عايزه كمان النهارده اعمل غدا، فقلت افوق نفسي كده واخد النسكافيه وابتدي ان انا اشتغل بقى في البيت عشان اسهل على نفسي، عشان اجي يوم الخميس ما يبقاش ورايا حاجه. فالمهم قلت ايه، ما عنديش غسيل الحمد لله يا رب، باسكت الغسيل فاضي، فكان في شويه غسيل كده على الحبل، قلت ايه ابتدي ان انا المه، وبعد كده اشوف بقى الركنه والصالون فين. فيلا نشرب النسكافيه، واعملوا انتوا كمان حاجه تشربوها، ويلا نبتدي. هنا بقى ايه، زي ما قلت لكم كان في شويه غسيل على الحبل، ما كانوش كتير، لان انا زي ما بقول لكم ما بسيبش غسيل خالص في باسكت الغسيل، ما بحبش كده، بحب دايما باسكت الغسيل يبقى فاضي. فلميته كمان، كنت غاسله الشوز بتاعي فقلت برضو ادخله عشان ما يتطربش. طبعا اليوم ده كان الجو تلج ساقعه، بس ما كانش قدامي حل، زي ما انتم شايفين الدنيا كانت عامله ازاي. ومناديل طبعا مطرح ما كان عندي برد وما زال يعني، بس خلاص الحمد لله بدات اخف. فمناديل بقى everywhere، وطبعا ديفا تسيب المناديل في حالها؟ لا لا، ازاي، لازم تفتفتها لي كلها على الارض تقعد تقطع فيها. فقلت اشيل الشيلت، لان احنا كنا ساعتها قاعدين بناكل لب، فتوقعت ان انا هلاقي تحت اللب، تحت الشيلت يعني لب كتير او قشر. انا ان شاء الله ان شاء الله ناويه يعني ان انا اغير الصالون. يعني انا مش عارفه اذا كنت هغيره خالص ولا هنجده. يعني هو بصراحة الخشب بتاعه مش حلو قوي، يعني كنا جايبينه جاهز، وانتوا عارفين الخشب الجاهز اصلا مش احسن حاجة. فابتدى بقى ايه ان الحاجات اللي تحت الشيلت دي اصلا الخشب نفسه احس اتقطع، الكنبة هبطت. فان شاء الله يعني ناوية ان انا يا هنجده هوديه للنجار يشوفه، لو هيمستاهل فلوسه اوكي، مش يعني هحس ان هو تكلفته غالية اجيب واحد جديد احسن، هجيب واحد جديد. وطبعا عايزة اغير الحيطة الموف اللي في الظهر دي، هعمل الشقة كلها ابيض او اوف وايت يعني، او لاتيه. بس لسه يعني هشوف كده، هقرر اذا كنت هقعد هكمل يعني في الشقة ولا هنقل. هي الفكرة كلها اللي موقفني عن اي تغيير في الشقة، اذا كنت هنقل هروح شقة تانية ولا هكمل زي ما انا في نفس الشقة. فلو خدنا القرار ان احنا هنفضل قاعدين هنا، هنجدد العقد يعني بتاع الايجار لحد ما نشوف شقة مناسبة نقدر نشتريها، هبيض وهجدد وكده. ما كانش بقى وخدنا القرار ان احنا هنمشي، هيفضل الحال كما هو عليه، ولحد ما نيجي نمشي واجدد بقى كل حاجة، يعني الحاجة تنزل مرة واحدة، اللي هيروح يتنجد يتنجد، اللي هيروح الشقة هيروح الشقة كده يعني. فهنا بقى قلت اجيب المكنسة وابتديت ان انا اشفط. انا ما بحبش انفض تحت الكنب، بحب اشفط على طول، بنجز وقت وبسهل على نفسي. بصراحة المكنسة ايدي ورجلي في البيت بصراحة يعني. فقلت بقى اشفط السجادة قبل ما اشيلها، وانا بشفطها واشيلها انفضها برضو الاقي بتطلع حاجات، لان السجادة دي يعني بيتحشر فيها حاجات شوية، مش قطيفة كده، لا بيبقى فيها زي حاجات كده بتتحشر فيها. فشلت بقى السجادة وقلت ايه ازق الكنب بقى، لان انا كان بقالي فترة ما زقتوش، فقلت اكيد هلاقي تحتيه تراب يعني. وانا بصراحة ما بحبش تبقى الحاجة تحتها تراب، خصوصا لو يبقى سهل ان ديفا تخش تحتها، عشان هي عندها حساسية من التراب او من الروايح عموما. فكان الدكتور قال لي حاولي ما تخليش اي حاجة فيها تراب، وما تخليش مثلا، حتى لما برش معطر ببقى عايزة ابعدها بعيد، عشان هي عندها يعني حساسية من الروائح النفاذة عامة زي الاطفال يعني. فبحاول على قد ما اقدر عشان الموضوع ما يتطورش معاها، ما هي برضو روح ومسؤولة مني يعني. فهنا بدأت ايه، جبت بقى
جردل وحطيت فيه بقى شوية معطر ودوني وحاجات كده عشان اخلي الارض ريحتها حلوة، وقلت امسح تحت الحاجة. بس طبعا ديفا مش مهنياني، انا عندي مشكلة ان هي تجيلي مثلا مكان ما انا مسحة تكون رجلها مش نظيفة فتبصم لي، بس هي ما اقدرش اسيطر عليها يعني، ما اقدرش اقعدها في مكان واسيبها، وما بحبش احبسها عشان حرام يعني، وما فيش غيري اصلا قاعد في البيت، فهي بتبقى عايز طول الوقت تبقى قاعده معايا او يبقى في ونس يعني. عايزه اقول لكم ان انا من الناس اللي بتحب الكلاب قوي بكل انواعها، بس انا بخاف من الكلاب الكبيره. انا مستنيه بس يوسف يكبر شويه كده ويشد حيله وهجيب له كلب كبير يعني جيرمان جولدن كده، لكن انا حاليا مكتفيه بديفا. مسليانة ومؤدبة وبتعمل تويلت في الحمام. الناس اللي كان في واحدة كتبت لي كومنت بتقولي هي انتي ازاي سايباها كده، هي بتعمل تويلت فين؟ بتعمل تويلت في الحمام. ما هو انا اكيد مش سايباها كده سداح مداح يعني، اكيد بمرنها، واكيد بعد التويلت بعد ما تاكل يعني بدخلها التويلت، اقعد معاها شوية تعمل لحد ما تتعود. هي عندها شهرين او شهرين ونص، فهي لسه اوريدي صغيرة، فلسه بتتعود زي البيبيهات بالظبط، فانتي بتاخدي معاها وقت. زي مثلا ما انا خدت وقت مع يوسف عقبال ما قلع البامبرز مثلا، فهي زيها زي البيبيهات بالظبط لا تدرك يعني. وبرضو عندهم المثانة ضعيفة ممكن ما تلحقش نفسها، فاكيد اكيد بيحصل هفوات واكيد بتغلط، بس انا لما بتغلط انا بمسك مثلا الشبشب واضرب الارض، اللي هو اقول لها هنا لا، بكلمها على ان حد فهمني، هنا لا بنعمل في التويلت، يلا يا ديفا على التويلت. هي بتسمع الكلام بصراحة وبتستجيب، لان هي عارفة ان انا صاحبتها وانا اللي بحط لها الاكل وانا اللي بقعد معاها وبلعبها، فاهمة؟ فطبيعي تسمع كلامي، لان انا بالنسبة لها مصدر الامان، فما ينفعش ان انا اضربها ضرب اولا حرام، ما ينفعش اضربها، فانا بضرب الارض الحته اللي هي عملت فيها، لو احنا ما ينفعش نعمل هنا. هبقى اكلمكم شويه عن تربيه الحيوانات وكده لو في حد مهتم، سواء قطط او كلاب، لان انا ربيت قطط قبل كده. بس انا بالنسبه لي مفهوم القطط غداره بصراحه يعني، انا ربيت كذا مره حتى في بيت مامتي وكده، لا القطط غداره غير الكلاب يعني. دي ممكن ازعق لها وامشي وما تكلمنيش لاي سبب غلط هي عملته، خدت طبقها وطلعت بيه بره وانا قايله لها ان كده لا. الاقيها جايه وعايزه تقعد وتهزلي ديلها وتلعب معايا وتصالحني، لكن القطط لا. انا كان عندي القطه تفضل ملويه مني يومين ثلاثه، اللي هو ما احط لها الاكل تاكل وتمشي اصلا ما تجيش جنبي. وممكن تعضني ممكن تخربشني، ديفا لا خالص نهائي، عمرها ما عملت كده، بالعكس يعني حتى لو زعقت لها او حاجه تفضل واقفه بعيد تبصلي وتهز ديلها. اول ما اقول لها تعالي تيجي، ابقى مثلا في الاوضه وعايزاها تطلع بره اقول لها اطلعي بره تطلع، هي فاهمه لغه الكلام لان انا عدت عليها الكلام كذا مره. المهم هنا بقى ايه، سيبنا من ديفا بقى والكلام على ديفا. المهم هنا ايه بقى، قلت ارجع الحاجه كلها زي ما كانت. انا بحب اعمل كده مرة في الأسبوع، التنظيف العميق اللي من تحت الحاجة والمسح والكلام ده مرة واحدة في الأسبوع. أمسح حوالين مثلا السجادة، الحتت الفواصل اللي باينة الكلام ده. ممكن كل يومين على حسب البصمات بقى، مطرح رجل يوسف، مطرح ديفا، مش عارف ايه الحاجات دي. ممكن اعملها كل يومين او ممكن كل يوم لو ده عصير بتاع، على حسب يعني ايه، كل واحد بيمشي الدنيا زي ما هو عايز. آه، لكن الفتافيت بقى والحاجات دي او التنفيض اللي انتوا شايفينه ان انا بعمله ده، لا ده ممكن كل يوم، ممكن كل يوم اعمل بالمكنسة، لان احنا اوريدي كده كده قعدتنا هنا وبناكل وبنشرب هنا قدام التلفزيون طبيعي يعني. فممكن يوسف يوقع لسان عصفور، ممكن يوقع بياكل بقسماط يفتفت، ممكن يبقى يوقع بطاطا، ممكن يوقع مكرونه، ممكن يوقع اي حاجه وهو بياكل غصبا عنه. ف فكرة التنفيض وان انا كل يوم ممكن اعمل او اكنس او اعمل بالمكنسة ده يومي، ده ما فيهاش اوبشن يعني. فلكن المسح بقى من تحت الحاجة وشيل وكده وتلميع لا، مش كل يوم بصراحة، لان انا بيبقى عندي حاجات تانية اوريدي اتوسخت يعني. المطبخ كده كده كل يوم بيتعمل، التويلت كده كده كل يوم بيتعمل، الغسيل ممكن يوم بعد يوم على حسب الدورة. اوضتي كل يوم بروق السراير، ممكن لو ما كنا قاعدين مثلا قدام التلفزيون جوه وجبنا لب جبنا فشار جبنا حاجه، فبيبقى في حاجات جنبنا على الكومودينو. فالتنظيف ده انت اللي بتبقي عارفه انت هتعملي ايه بكره يعني. انا ممكن اقول لا انا النهارده مثلا مش هعمل اكل او هعمل اكل يومين عشان انا بكره
هزق الكنب وهمسح من تحت وهشيل السجاد والكلام ده، فبيبقى هدى. بس انا لسه لحد دلوقتي ما عملتش تنظيف عميق، انا لسه ان شاء الله على نص 2 كده هنزل كل الستاير وهنزل كل السجاد، وهبتدي ان انا اعمل خلطات للركن والكنب وكده عشان انضفها. واستنوا فيديو قوي جدا 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 لخزين البيت، هقول لكم بقى انا اللي بيبقى معايا فلوس بعمل ايه. بس استنوا الفيديو ده هينزل ان شاء الله يعني على اخر الشهر، اكون بس ايه قبضت وكده، وهنزل اجيب خزين البيت يمكن يكفيني سنة. فان شاء الله استنوا فيديو قوي جدا جدا، وهقول لكم الخزين بالكميات دي ممكن يقعد معايا قد ايه. المهم لو انتي وصلتي لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه، وتكتبي لي كومنت قمر زيك، وقولوا لي انتوا بتعملوا ايه عشان يفضل البيت رايق. طبعا هنا الاوضه اصلا ما حدش كان بيدخلها، حمايه بس كان بيدخل يصلي فيها ويطلع، بعيده عن ديفا يعني. فالاوضه كده كده اوريدي نظيفه، شطفتها بالمكنسه بس مطرح رجل او اي حاجه، وبعطر بقى المكان وكده. البر اصبح نظيف، والمطبخ طبعا الفيديو بتاع امبارح اللي انا نزلته المطبخ اصلا كان نظيف، فانا عندي الجزء ده نظيف، والتويلت كده كده انا بعمله كل يوم الصبح. فالحمد لله. واوضه يوسف عايزه شويه تظبيط بس كده هخش اعملها، واوضتي برضو نفس الكلام. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون